من أكتر السنوات اللي ممكن تحتار فيها مين أفضل لاعب داخل أفريقيا هي السنة دي، لأن هي بتضم بعض اللعيبة ومجموعة من اللعيبة اللي هم العشرة اللي آخر عشرة اللي هم اللي أعلن بيهم الاتحاد الأفريقي. هما ساديو ماني، صلاح، رياض محرز، أوسيمين، بونو، سفيان مرابط، أشرف حكيمي، أنجوينا، يوسف النصيري، وفينيسيوس أبو بكر مهاجم الكاميرون. ولكن في بعض اللعيبة اللي هي دخلت عشان أدائها في كأس العالم، وبعض اللعيبة اللي هي دخلت عشان أدائها الفردي، وبعض اللعيبة دخلت علشان يعني ممكن تكون كمالة عدد، زي مثلا انجويزا بتاع لاعب نابولي اللي هو خط وسط نابولي ومنتخب الكاميرون، اللي هو بصراحة يعني اللي هو كان نجم في نادي نابولي في البطولة اللي خدها بتاعة الدوري، ولا هو كان نجم حتى في كأس العالم اللي هو 2022. ولكن اللعيبة التانية اللي دخلت برضه عشان برضه ممكن تقول مثلا ما عملتش حاجة هو ساديو ماني. يعني ساديو ماني من ساعة ما راح موسم ما لعبش كأس عالم، ده حاجة. تاني حاجة ما لعبش مع بايرن ميونخ بسبب الإصابات وبسبب الخلافات وبسبب الاستبعادات. تاني حاجة حتى لما راح النصر السعودي ما قدمش الأداء اللي هو يشهد له أو يحسب له أو يذكر ليه. أما على الصعيد اللي مثلا اللعيبة اللي تستاهل بالبطولات أو مثلا عشان كأس العالم، مثلا واحد زي أشرف حكيمي عمل بطولة أروع في كأس العالم، سواء على الهجمات المرتدة، سواء على قيادة الفريق، سواء حتى على الدفاع، سواء على العرضيات، سواء على كل حاجة يعني. حتى يعني الحاجة اللي أبرز كانت في كأس العالم هي البلنتي اللي سددها في حارس اسبانيا، في منتخب اسبانيا، في ضربة الجزاء اللي هي الأخيرة اللي كانت الحاسمة للصعود. ولكن اللاعب التاني اللي هو بلدياته اللي هو يوسف النصير، اللي هو بصراحة يعني كان من أفضل المهاجمين اللي داخل اللي خارج القارة، سواء يعني هو حاليا من أفضل اللعيبة اللي بتلعب برأسها كرأس حربة في أوروبا. ولكن ده يشهد له ويشفع له تواجده بيشفع له بتواجده في القائمة النهائية، واللي هو ممكن يكون من الأبرز، لأن بسبب هو الأقصى منتخب البرتغال بالرأسية بجون السجل برأسية، وخلى المنتخب المغربي يصعد لأول مرة في التاريخ، أول مرة فريق عربي أو أفريقي يصعد لنص نهائي كأس عالم. اللاعب التاني اللي هو زميله ياسين بونو اللي هو يعني كان منتخب اسبانيا قدم بطولة جيدة مع منتخب اسبانيا في كأس العالم. وعلى الصعيد حتى الأندية فهو متوج ببطولة كبيرة زي اليوروبا ليج، وكان برضو من العوامل المؤثرة فيها ومن العناصر المؤثرة فيها. أما على صعيد مثلا اللاعب التالي هو سفيان مرابط، هو كان حلقة الوسط في خط النص لمنتخب المغرب في كأس العالم. وده اللي شفناه حتى في المباريات الكبيرة، سواء قدام اسبانيا، سواء قدام كرواتيا، سواء قدام كندا. ولكن اللي يميز سفيان مرابط هو أداؤه الرجولي وكتاليته داخل الملعب. هو بصراحة يعني دخلها بمجهوده، ولكن بعد ما انتقل من نادي فورنتينا إلى مانشستر يونايتد، هو ممكن يكون حاليا في وقت التصويت أو وقت التصويت للجائزة حاليا إصابات، وبعد تدهور برضه فريق مانشستر يونايتد، فهو ممكن يكون مستبعد أو بعيد شكل ما عن إن هو ينافس على البطولة. ولكن اللي ممكن يكون مرشح فيها بقوة هو لاعب زي مثلا رياض محرز رغم ان هو ما بيلعبش اساسي في طول الموسم، ولكن تحسب له ان هو من اللعيبه القلائل في افريقيا انه يجمع بين الثلاثيه: دوري ابطال اوروبا، دوري انجليزي اللي هو الدوري الاقوى، والكاس. ولكن على الرغم ان هو ما كانش فيهم العنصر المؤثر، ولكن برضه ستظل تقع محفورة في التاريخ، او ستظل المشجعين او ستظل الاعلام نفسه ممكن يروح لرياض محرز لسبب القلة، او من النادر ان لاعب يحقق ثلاثية في افريقيا. ولكن اللاعب التاني اللي ممكن الواحد يديها له وبالنسبة له هو المرشح الاقوى هو فيكتور اوسيمين بيقدم كان موسم مع نابولي، توج فيه في النهاية بالدوري الإيطالي بعد غياب 28 سنة أو 30 سنة. ولكن بتأثير يعني هو كان هداف الدوري، هو كان أفضل لاعب، أفضل رأس حربة في الدوري الإيطالي، من أفضل اللعبة في دوري في إيطاليا في نابولي. فده يشفع له في كتير. ولكن لو تروح على اللاعب التاني مثلا واحد زي محمد صلاح، ممكن يكون ما لعبش كاس عالم، في حاجه دي برضو هتنقص من الاصوات.
كانت أداء الفردي ممكن يسمح له، مثلا هو كان ثالث هدافين الدوري الإنجليزي. صناعة كان بيصنع. ولكن حتة البطولات اللي هي مثلا بتبروز أداء اللاعب هي مش موجودة عند محمد صلاح. يعني مثلا لما تيجي فريق زي ليفربول لعب موسم زي الزفت، أقسم بالله العظيم عبارة عن خرا. يعني مثلا لا بطولة ولا مركز حتى في الجدول ولا دوري أبطال ولا أي حاجة. أما عندنا وزيع اللاعب الأخير اللي هو فينيسيوس أبو بكر، أنا مش عارف هو أساسا محطوط في القائمة ليه. يعني مثلا لاعب كأس عالم ممكن يكون عشان جنر جابه في منتخب البرازيل، أو مثلا البطولة اللي قدمها، بس اللي هم 3 مباريات في دور المجموعات. أما ده على صعيد إن هو بيلعب في دوري ضعيف، مش ممكن يكون مش الدوري اللي هو مثلا في الدوري التركي في نادي بشكتاش. فهو مش المهاجم اللي ممكن تقول مثلا بنسبة كذا ياخد الجايزة. أما عادل اللي ممكن بنسبة كبيرة اللي هو مثلا واحد زي أوسيمين ممكن يكون رقم واحد، ممكن واحد أو يتنافس معه رياض محرز. ممكن رقم اتنين، رقم اتنين أو واحد واتنين هي بين أوسيمين ورياض محرز. أما عاد ممكن اللي ياخد رقم ثلاثة، أو ممكن اللي هم رقم ثلاثة هو واحد زي أشرف حكيمي. أشرف حكيمي من بعد الأداء اللي قدمه في كأس العالم، وبعد حتى نهاية كأس العالم وبدايته مع الفريق باريس سان جيرمان، بيقدم أداء مثلا ممكن يكون من الأفضل ليه خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان. فممكن ده يشفع له. ولكن برضه بتمنى ان محمد صلاح يخش، ولكن من المستبعد بسبب ما فيش بطولات خدها مع فريق ليفربول، وبسبب ان مثلا ما فيش اداء. يعني مثلا ما خدش جايزه افضل صانع العاب، ما خدش جايزه الهداف، فده كله برضه هيأثر على التصويت. سلام.